سي لو سول اللي بوين اول غاف غاف لي ويكلو ياكني الا قاتنكسم باسكو ils sont contre la rentabilité les infrastructures في الدولة يعني contre la rentabilité des sociétés sportives comme la GSK, la SSPA, la GSK, la Mondiale, mais à cause de supporters indisciplinés هذا اللي في ميجانا ثني تذكرن ومن بعد فريزين ثلاثة سسبوندين ومن بعد والنار أكم النار حسين يتحمد على جال في ميجانا كينيا أتحرمض المدخولة هذيك شمن إذا من قرانا هذيك شمن الببليك يشبحن ثمرة تمليليث يشبه ربي مملك له بلك إلا قد حارشن سيدنا عيوز إلا اختير بويا les clubs sportifs il faut qu'ils réagissent contre ces huis clos qui sont préjudiciables sur le plan économique pour les clubs ou également pour les infrastructures sportives, les offices sportifs qui gèrent les grands stades comme celui de Hussein Ahmed. Donc c'est un préjudice. Ils vont organiser un match, ils vont tout faire et il n'y a pas de rentrée parce que le public il est exclu. C'est un peu bizarre ce genre de choses, les huis clos. Normalement il faut trouver une autre formule de sanction contre ceux qui jettent les fumigènes. Voilà, نعطي السطور بالنسبة لك كما تتشرع المدير ودهضرهم في الناس إلا قد هضرهم في الناس خاطر سي با بوسيبل يون والنار حسين يتحمد الفون يمدا نظرو حنا مرح نولي الماتش تربع سنسن علاش نربعة خمسة نعيونك ويا داوي في ميجان أثناء القرار هارو الناس أسا خدنا فيكرو سي با سي أنا مش تخميما اللي ريسبونسابل وزغني مكسوس من دغني لي ريسبونسابل دي كلوب لي ريسبونسابل دي كلوب ذنوسي د لافاف ذنوسي السلايين اللي ديريجون لافاف لا ليغ دو فوتبول الناس اللي يوتنا الطابلة سيني كسوت على ميكرو ياكينيا سي با بوسيبل وين يغيرون في ميجان تفوسيس لي كاميرا de surveillance هنا تفوسيس وستاد يخلص سي كوم سا يعني لي جيستيونير دي انفراستركتور سبورتيف يفون إلا خويا هضرنا دينيا ولا غاف مسالتا كينيا دونك باغي ديجا ولا كيفايا كينيا وزارة غارة وتسمح سنارة ولا شوية غادي تسمح سنارة كل حال سي با نورمال.